القيد ده يعني دي ازمه موجوده بقالها. الزمالك موقوف قيده بقاله قد ايه؟ بقاله فترتين قبل كده، ورغم انه اخذ الدوري واخذ الكاس، بس في نفس الوقت لسه مستمره لغايه دلوقتي. ونتمنى ان اللجنه اللي شغاله مع الوزير الدكتور اشرف صبحي ان هم يقدروا يلاقوا حل للموضوع ده لو قدروا يلحقوا قبل قفل القيد انه يعملوا حاجه. وانا طبعا استبعد ان ممكن يلحقوا قبل يناير يعملوا حاجه، لان هم عندهم في حاجه مهمه جدا. النهارده حضرتك عندك لعيبه ما خدتش مستحقاتها. لو انا عندي فلوس انا بقول ادفع للعيبه دي مستحقاتها الاول. والراجل على فكره قال الكلام ده، قال انا عايز اضمن ان انا لعيبتي واخده مستحقاتها عشان يقدروا يلعبوا معايا وخلاص، ونستنى لغايه يناير وربنا يسهل بقى والقيد يتفك ويكون في مجلس جديد. عندك فكره عن ال3 مليون بتوع بوطيب والقصه دي ولا؟ ما هو بوطيب دي ظهرت. لا بوطيب طبعا ليه فلوس. إيه دي هتبقى ازمه ثالثه ما دي هي موجوده قدامي اهي. ازمه ثالثه يعني. اختار رسمي من جانب المحكمه الرياضيه. المحكمه الرياضيه لسه طبعا عليه. قولي للساده المشاهدين ايه هي الفكره كلها ان بوطيب برضو كان رافع القضيه بتاعته وكسبها وليه فلوس. ده من ايام اللجنه اللي كانت موجوده مع كابتن حسين لبيب، وقبلها كان المستشار مش فاكره معلش اسمه دلوقتي. قبلها مع استاذ طارق حشيش. بس بيقول لك اللجنه مالهاش دعوه. لا ده كانت وقتها بيحاولوا يحلوا. بيحاولوا يحلوا. بيحاولوا لكن المشكله اصلا معموله قديمه دي كلها حاجات بقى لها 4 ده سبورتنج لشبونه بقى لها قد ايه؟ دي بقى لها 10 سنين. من ايام بس ورفضوا انه يقسطوا المبلغ لغايه دلوقتي. عندنا محترفين كتير بيجوا ياكلوا عيش يا كابتن. ويرفعوا علينا قواضي. ما هو سامسونج دوت اشن بونج ده كابتن من امتى؟ انا مش فاكره اصلا من امتى. اكينولا ده ما لعبش حاجه خالص وعايز فلوس وعايز يمشي، وقال لهم لو همشي اخد عقدي كله.